تعالوا مع بعض نعمل النهاردة البسبوسة المكرملة اللي لونها بني وزي بتاعة المحلات بره بالظبط. هنعملها بكل سهولة. تعالوا بقى نشوف المقادير. كوبايتين سميد، نص كوباية سكر، ونص كوباية سمنة، ونص كوباية لبن دافي، ورشة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار عسل أبيض، و معلقتين برضو كبار جوز هند. هكتب لكم كل ده في الوصف. حطيت السكر يكرمل على النار مع معلقتين بس صغيرين مية كده، وما تقلبيش الا لما تلاقيه اللون ذهبي. ابدأي قلبي. اللون ده كده كويس. هنزل بقى، ابتدي انزل باللبن بتاعنا الدافي. وطي بقى النار عشان ما يفرش معاكي جامد. هيبتدي يكلكع في الاول، بس بعد كده مع الوقت مع التقليب هتلاقيه الخليط فك معاكي. بس هنزل بقى بالسمنة، وبعد كده هنزل بقى بقية المكونات واحدة واحدة. ادوب السمنة بس شوية، وبعد كده هنزل بجوز الهند. نحط العسل الابيض الاول. هو كله هيتحط في الخليط السائل ده، ما عدا بس ايه، دقيق السميد والبيكنج باودر. اهو حطيت جوز الهند كمان. هاخد بقى الخليط كده، احط بقى السميد اهو في اي بولة عندك، واحط البيكنج باودر، وبعد كده انزل بالخليط عليه. وايه، ابتدي اقلبهم كويس لغاية لما ايه، يتجانسوا كده مع بعض. وهجيب بقى الصينية بتاعتي وادخلها الفرن. ما تقلبيش كتير طبعا، يعني الافضل هو بس كده الخليط ايه يكون كله بقى ايه، شرب السمنة والعسل المكرمل والسكر وكده. جبت بقى صينية، وحطيت بقى فيها رشة طحينة كده او رشة سمنة، اي حاجة عندك. وبعد كده هدخله الفرن. هسوي بس الوش كده بالسباتشولا. وهي هدخل بقى الفرن. بصوا لونها اصلا جميل. بصوا بقى طلعت كده من الفرن. وهنزل لكم مقادير السيرم برضو. شربات البسبوسة بيبقى بارد، والبسبوسة سخنة اول ما تطلع تستقي بيها بتفضلي. وهنا بقى شكل البسبوسة بس بعد ما ايه اقتحمناها الصراحة. انا من جمالها ما نسيناش، نسيت اصورها فيديو. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.